ارحب بنجمي النادي المصري مؤمن زكريا. مساء الانوار يا مؤمن. مساء النور يا كابتن. يا اهلا وسهلا. وسهلا بيك. ومبروك انتقالك للنادي العظيم ده. الله يبارك فيك وان شاء الله الف تبقى حاجه مبروك كويسه. ربنا ان شاء يبارك الله. ان شاء اكيد. الله باذن الله. ونجم النادي المصري قطعا وحرس حدود السابق عبد السلام نجاح. مساء الانوار يا عبد السلام. مساء الخير يا كابتن ميسا. اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا. انتوا جايين من المعسكر ولا جايين من ايه؟ جايين من المعسكر. معسكر. عاملين فين المعسكر؟ في موفنبيك هنا 6 اكتوبر. موفنبيك كده اعلان كده قلت على طول كده ما عندكش مشاكل؟ لا ما عنديش مشاكل. المعسكر 6 اكتوبر. 6 اكتوبر النادي المصري. اتمرنوا الصبح وبعد الظهر؟ الصبح بعد الظهر. الصبح بعد الظهر. جه الان جايجر موجود حاليا؟ جه من يومين. جه من يومين. بيقود التدريب حاليا. ومدرب الاحمال كمان جه. مدرب احمال معاه. هو جنسيته ايه مدرب الاحمال؟ جنسيته فرنسي. لا بلجيكي. انت ايه اللي خلاك تقول فرنسي؟ سمعته بيتكلم فرنساوي؟ بيتكلم فرنساوي والله. هو بلجيكي. لكن هو بلجيكي. وكم يوم معاكم مدرب الاحمال ده عبد السلام؟ بالظبط يا كابتن بقاله من اول ما المعسكر بدا بقالنا يومين تقريبا. طب برضو الناس عايزه تفهم، دايما بيسمعوا كلمه مدرب احمال، ايه دوره؟ لا مهم جدا يا كابتن. مهم، يعني انا شايفه يعني من اهم الحاجه في الجهاز الفني لازم مدرب احمال. بس الكوره يا كابتن مدحت مش كوره بس، انت الحته البدنيه في الكوره دي بقت رقم واحد دلوقتي في الفتره اللي احنا موجودين فيها دي. لو لعيب الكوره مش واقف بدنيا مش واقف بدنيا كويس مش هتقدر تعمل حاجه. الامور كلها كمان بقت الفرق كلها انت شايف القوه والسرعه والكلام ده. فهو كمان بالنسبه كمان للعضلات والكلام ده مهم. انت ممكن تتمرن مش بشكل غلط فتاثر عليك ويحصل اصابات كتير للفرق. هو ده بيبقى الاحمال، عارف مظبط الاحمال. هو بيقود بقى جزء من التمرين ولا بيعمل ايه بالظبط؟ بيبقى في فتره في التمرين، هو تقريبا بيبقى مع المدير الفني عاملين برنامج وفي فترات، يعني الفتره بتاعته بيبقى موجود الجهاز الفني كله بس هو ماسك التمرين. مفيش حد بيشتغل. هو بيشتغل. ياخد مده قد ايه تقريبا من التمرين؟ تقريبا يعني هو دلوقتي عشان في توقف فالمده بتاعته بتبقى طويله وشغله بيبقى كتير. 25 دقيقه لوحده خالص. لوحده خالص معاكم. معانا. وبعدين يبتدي يخش المدير الفني الاجنبي يشتغل. ده مهم عشان الناس دايما تسمع يا عبد السلام يا مؤمن كلمه مدرب احمال، ما هماش فاهمين ان ده اهم واحد. لا اهم واحد. دي حاجه كويسه. ده مهم جدا. كويس للعيبه كمان، يعني طول ما انت واقف بدنيا على رجليك يعني هتجري وهتلعب وكل حاجه، لكن مش واقف بدنيا فمش هتقدر تجاهد. فاهم حاجه تبقى واقف على رجليك. وخلي بالك من حاجه، ممكن مدرب يجي يفضل يعني يقطع نفس اللعيب للنهار، الناس فاهمه ان ده هو الافضل. بالظبط. بيبقى عندهم معدل كده، معدل يعني المدربين اللي بيبقى عندهم معدل. يعني مثلا بيبقوا مدرسين مثلا معدل ازود هنا اقلل هنا. كان مثلا ممكن المدرب يعمل لك حاجات كتير وانت مش قادر تستحمل. فهم المدرب الاحمال بيخليك بمعدل كويس، بيخليك واقف على رجليك. برافو عليك. هو اول ما جه يا كابتن، اول يوم عمل تمرين قياسات عشان يشوف اللعيبه وصلت. ايه عباره عن ايه قياسات؟ يعني زي كوبر كده حوالين الجري حوالين الملعب في وقت معين وبتايم معين، مش بسرعه ومش اللي يسبق والكلام ده كله. يشوف العضله يعني احنا واقفين، الفرقه كلها واقفه، البدني واصل للمرحله ازاي. وبيكتب ومعاه معاه جهاز. معاه جهاز يعني توصل التايم. اول ما توصل المفروض يعني يدي رنه كده اللي انت وصلت، يعني انت تتظبط في الريتم بتاعك، مش تجري بس عشان توصل بسرعه. لا، يشوف انت بتعرف تتحكم في رتم ادائك والكلام ده. لا هو شكله فاهم، يعني هو بقاله يومين ثلاثه بس شكله فاهم. فاهم وشكله كويس قوي. وده ينفعكم جدا يا عبد السلام. اكيد وده هيعلى بمعدل اللياقه البدنيه بتاعتكم بطريقه غير طبيعيه، لان ده اهم واحد في الجهاز. بالظبط. طيب قول لي بقى يا مؤمن، بعد تولي الان جايجر انت اتمرنت معاه يومين بس؟ لا اتمرنت معاه، يعني انا من المره اللي فاتت لما جه. اتمرنت من اول ما جه، يعني اول ما جه انا رحت التمرين معاهم على طول. والله. يعني انت من اول يوم معاه؟ من اول يوم معاه. لا حلو، انت نادي عظيم اكيد يعني. حاجه جميله. طيب قول لي الاول، في زحمه في خط الوسط عندكم؟ في ناس كتير. قول لي بقى، عد لي لعيبه الوسط بالاسم. يعني في ديفندر وفي بلاي ميكر كتير. قول لنا الديفندر. انت بلاي ميكر؟ بلاي ميكر. طب كلمنا في البلاي ميكرز. يعني في طبعا عبد السلام. في كابتن محمود حكيم. في خليفه، محمد خليفه. اللي جاب جون الماتش اللي فات. وفي احمد مجدي. ادي 4 بس هم. وبيليا لسه قدامه شويه يعني. بس وانا 5 في العاده. الخمسه كم واحد منهم في الملعب؟ بيلعب 3 مش الطريقه الجديده. بيلعب 1 وتحتيه 3 والله. وساعات 1 وساعات 2 و2 يعني بيبقى 2 يا 3 يعني في الطريقه 4-4-2. فالامور بتبقى عكس في 5-3 1
3 دي جميل. ودي بيروح وهي بيحسبها قبل ما يروح، بيحسبها. فانتوا ما شاء الله كده البلاي ميكرز. طب والديفندرز عندكم مين؟ في عندنا احمد زهران، في دانيال، وفي حسام حسن، وفي المرغني، في مجدي، وفي احمد مجدي. يعني بيلعب احمد مجدي بيلعب بلاي ميكر ساعات وبيلعب ديفندر. واحمد مجدي لا في عندنا مجموعه كويسه 5 برضه. وفي رامي جمال بيلعب باك رايت وديفندر ناشئ لعيب كويس برضه. ناشئ بالظبط. دول 5 تقريبا ديفندرز بياخدوا منهم 2. وفي هاني سعيد ممكن يلعب برضه، في يعني هاني ديفندر برضه وسيردباك. يعني في عندنا مجموعه في حلول. لا هاني لعيب كويس يا كابتن قوي بس صراحة. بيقلش احيانا. لا بيقلش ده هو المفروض في منتخب مصر الفتره دي صراحه يعني. جديد كمان يا كابتن. طيب يعني يا سعيد مساء الانوار. مساء الانوار كابتن مدحت، ازي حضرتك؟ ازيك يا هاني؟ سعيد جدا ان انا مع حضرتك. يا رب يخليك، كنا لسه عايزين نقطع فيك. لا تحت امرك يا كابتن، بس انت يبقى اوكي ماشي. يا رب يخليك يا هاني. اولا مبروك على التجديد. نسميه تجديد ولا تعديل عقد ولا ايه؟ اي حاجه مع مستر كامل، اي حاجه حضرتك تسميها مفيش مشكله خالص. يمكن التعاقد ما بين الجديد او التعديل يمكن ما خدش 10 دقايق. الحمد لله الموضوع خلص بسهوله جدا قوي 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 قوي. جميل. وعملتوا بقى عدلتوا الشرط الجزائي، كان 1.5 مليون. بقى 2 مليون. بقى 2 مليون. بالظبط. بقى 2 مليون. وانا عارف ان في ناس لسه بتدور عليك عشان تبقى عارف. واكيد انت عارف، واكيد لان انا جالي تليفون امبارح. انا بتجيلي اصل تليفونات تخوف شويه. بس حضرتك عندك كل حاجه. بس من مصادرها والله يا هاني، من مصادرها. تليفونات بالليل. فلكن انا وجهه نظري ان ربنا اكرمك مع المصري، وربنا يبارك لك في المصري ان شاء الله، وفرقه كبيره. كل ما يبقى لعيبه حلوه كل ما هتمتعونا يا هاني. ربنا يخلي حضرتك كابتن، ربنا يخليك. قول لي بقى، عشان دلوقتي عبد السلام بيقول انت احيانا بتلعب وسط الملعب، انت بتحب اكتر وسط الملعب ولا مساك؟ انا بلعب الاثنين الحمد لله. يمكن لما بيطلب مني ان انا بلعب في نص الملعب بلعبها. يمكن لعبت السنه اللي فاتت دور كامل في نص الملعب اول ما جيت نادي المصري، والحمد لله يمكن بأديها بشكل كويس. جميل. لكن انت بتستمتع اكتر بأنه مكان؟ ممكن لو احمد شريف بيدافع معاه واحمد فوزي والياسر بستمتع بالديفنس اكتر. يعني دول بيشيلوا بلاوي. بيشيلوا عنك عشان كتير. 4 بيقفلوا كويس. ما هو المساك كده. الحمد لله. يمكن المجموعه كلها والله يا كابتن مدحت مجموعه ممتازه جدا. يعني الواحد بجد بيحمد ربنا اللي هو معاه اللعيبه اللي موجوده في الوقت الحالي ده في النادي المصري. صحيح. بيحمد ربنا برضك اللي هو بيمتاز باداره ناجحه جدا، موفره كل حاجه للناس اللي موجوده في النادي، وكمان معانا جمهور الحمد لله. اعتقد ان هو ده الاساس ده. قول لي بقى، انت سعيد؟ الحمد لله. انت سعيد يا هاني؟ يا سعيد من ضمان مؤمن؟ طبعا. يمكن مؤمن مش انا اللي هتكلم عليه لان انا مش متكلم جيد. هو اضافه طبعا للنادي المصري. ان شاء الله ربنا يكرمه معانا مع اللعيبه اللي احنا جبناها اول السنه. يبقى اضافه لينا قويه، وزائد ايهاب النصر طبعا ان شاء الله يبقوا اضافه لنا. هم لعيبه من اللعيبه اللي ليهم اسمهم الكبير في الدوري الممتاز. ان شاء الله ربنا يكرمهم والخطوه معانا يبقى احسن ليهم ان شاء الله. نقدر ان احنا ان شاء الله ندخلهم في وسطينا الفتره الجايه بشكل كويس، وان شاء الله يبقوا اضافه لينا ان شاء الله. ان شاء الله يا هاني، بالتوفيق يا هاني. ان شاء الله. متشكر لحضرتك يا شكرا حبيبي، اشكرك شكرا جزيلا. اتصل كمان صديقكم حازم فتحي لاعب الانتاج الحربي الجميل.